السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ انا متأكد ان ناس كتير جدا جربت تعمل الالوان الاكريليك في البيت، لكن للاسف ما ظبطش معاهم. انا بفضل الله النهارده هوريك خطوة بخطوة الطريقة اللي انا وصلت بيها لنتيجة ممتازة، والاهم هقول لك فين الغلطة اللي اغلب الناس بتقع فيها ومحدش بيتكلم عنها. فلو ناوي تجرب بنفسك كمل الفيديو للاخر، لان كل دقيقة فيه هتفرق معاك فعلا. يلا بينا. محدش هيتوقع ان الحاجات البسيطة دي تطلع الوان اكريليك بالشكل اللي انت هتشوفه كمان شوية. دي مش الوان جاهزة ولا ادوات غالية، كل اللي انت شايفه قدامك ده خامات عادية جدا. بس السر مش في الخامات، السر في الطريقة. انا النهاردة مش هوريك طريقة واحدة بس، لا، طريقتين ان شاء الله مختلفين تماما. طريقة هتديك نتيجة قريبة جدا من الالوان الجاهزة، والطريقة التانية اوفر بكتير واسهل بكتير قوي. والغريب بقى ان في خامات هنا ممكن تكون عمرك ما تخيلت ابدا انها تدخل في الوان اصلا. فخليك معايا خطوة بخطوة علشان في الاخر هتعرف انهي طريقة تستاهل فعلا انك تجربها وتشتغل بيها في اعمالك الفنية. ركز يا فنان وركز يا فنانة، عايزكم تركزوا معايا كويس جدا علشان التفاصيل هي اللي هتفرق معاك جدا في النتيجة. يلا نبدأ مع بعض. نبدأ بأول خطوة وأهم مكون عندنا هنا، ده أكسيد الزنك، وده الأساس اللي هيحدد معانا قوام اللون وقوته. بناخد منه الكمية اللي احنا محتاجينها، وبنشتغل بالراحة ومن غير أي استعجال. هناخد الكمية اللي احنا محتاجينها ونشيل العلبة تاني علشان ما تبقاش الدنيا زحمة حوالينا. ودلوقتي هنبدأ نحط أول حاجة بسيطة جدا وهي المية. بس خلي بالك، المية هنا مش مجرد إضافة، دي اللي هتحدد معانا كل حاجة بعد كده. بنضيفها بالتدريج، بنقلب واحدة واحدة علشان نوصل للقوام الصح، ولا تقيل قوي بزيادة ولا خفيف زيادة. ركز في المرحلة دي كويس لأن أي غلطة هنا هتفرق معاك في النتيجة النهائية. وده بالظبط اللي بيفرق بين لون عادي ولون شكله احترافي. ركز بقى معايا في المرحلة دي كويس جدا جدا، دي أهم خطوة في الشغل كله بجد. لو بتشتكي إن اللون بيطلع فيه حبيبات فالمشكلة غالبا هنا. أنت مش بتقلب بس، أنت لازم تدعك الزنك كويس جدا بالمعلقة. اضغط واشتغل عليه بالراحة لحد ما تلاقي القوام بدأ يتغير معاك. بص بقى، لما يوصل للشكل ده هيبقى ناعم جدا شبه الشوكولاتة بالظبط. ساعتها بس تقدر تقول انك عملت القاعدة صح. ما تستعجلش المرحلة دي خالص، لان هي اللي هتفرق بين نتيجة عادية والنتيجة ناعمة واحترافية. وبعد ما الزنك وصل للقوام الناعم اللي احنا عايزينه، نبدأ ندخل اهم اضافة بعد كده وهو الورنيش المائي. انا هنا بنقله في عبوة شفافة عشان تبقى شايفه، هو اصلا في عبوة جاهزة علشان تبقى شايف الكمية والقوام قدامك بوضوح. بس خلي بالك من الترتيب، الورنيش ما ينفعش يتحط في الاول، يعني لازم الاول تدعك الزنك كويس جدا مع شويه ميه زي ما احنا عملنا لحد ما يبقى ناعم خالص، وبعدها بنبدا نضيف الورنيش بالتدريج. شايف القوام عامل ازاي؟ حاجه تحفه. هنا بقى السر الحقيقي، الورنيش المائي ده هو اللي بيحول الخليط لحاجه شبه الالوان الجاهزه بالظبط. ضيفه بالراحه وابدا قلب وشوف بنفسك التحول بيحصل ازاي. جينا بقى للحظه اللي كلنا مستنيينها، نبدا ناخد من القاعده اللي احنا عملناها الخليط بتاعنا ونحطه في علب منفصله. ومعانا هنا الصبغات بتاعتنا، اي نوع متاح عندك يشتغل عادي جدا. هنبدأ مع بعض باللون الاصفر. المهم تكون الالوان مركزة. تخلي بالكم وانتوا بتشتروا الالوان ان في اصفر كناري زي اللي معانا دلوقتي وفي اصفر عادي. ركز وانت بتشتري الالوان المركزة دي. والتاني لون معانا النهاردة اللون الاحمر، برضه هنضيف منه كمية مناسبة وهنقلب كله في الاخر بعدين. اللون التالت والاخير معانا اللون الاخضر، برضه هنضيف كمية مناسبة ونشوف ازاي السحر هيحصل واحنا بنقلب بعد كده. بعد ما ضفنا الثلاث الوان بتوعنا بنقلب كويس جدا، وهنا بقى السحر بيبان. بص اللون بيبدأ يمسك في القاعدة بتاعتنا ازاي. كل تقليبة بتفرق، وكل ما تقلب اكتر اللون بيديك نعومة وقوة اعلى لحد ما توصل للدرجة اللي تعجبك بالظبط. كده انت مش عملت لون بس، انت عملت اكريليك بايدك من الصفر وباحتراف. بص بقى يا فنانين، كل الالوان ديت انا عاملها بفضل الله بايديا،
درجات مختلفة والنتيجة شكلها احترافي جدا، ومش هتصدق انها معمولة بنفس الخامات وبنفس الطريقة. يعني من دلوقتي ممكن تعمل الالوان اللي في الدنيا كلها بنفس الاساس ونتائج مختلفة خالص. كده احنا خلصنا القاعدة الاساسية، وده يعتبر اللون الابيض. وزي ما انت عارف الابيض دايما هو اكتر لون بيخلص بسرعة، فحبيت اكبر الكمية بنفس الطريقة. يعني مفيش اي اختلاف، نفس الخطوات بس بتتحكم في الكمية حسب احتياجك، والنتيجة قدامك. قوام ناعم سهل في الفرد وشكله احترافي جدا، والاجمل انك عملت كل ده بايدك ومن خامات بسيطة جدا. بالطريقة دي تقدر تعمل اي لون انت عايزه بنفس الجودة تقريبا. دي كانت اول طريقة. دلوقتي نخش على الطريقة التانية ونشوف الفرق الحقيقي. وده معجون الحوائط بتاع النقاشين، خامة بسيطة جدا بس هتشوف بيعمل نتيجة مفاجأة. هنبدأ بمعجون الحوائط وناخد الكمية اللي محتاجينها ونحطها في الطبق زي ما حضراتكم شايفين. وده هيكون عندنا اللون الأبيض الأساسي. ممكن تزود لمسة بسيطة من البلاستيك اللي كنا بنجهز بيه اللوحة اللي في الحلقة اللي فاتت. لو ما شفتهاش هتلاقيها على القناة، أو هسيبها لك في علامة الآي فوق. ودلوقتي بنقسم المعجون في عبوتين علشان نعمل لونين مختلفين، ونبدأ نضيف الجليسرين بعدين، وده دوره مهم جدا. ده اللي بيخلي اللون أنعم في الفرد، وكمان بيبطئ عملية الجفاف، فيديك وقت تشتغل براحتك وانت بترسم. وبدأنا بالفعل نكون اللون الأبيض. بنضيف الأول شوية بسيطة جدا من البلاستيك النص لامع ومعاه نقطة صغيرة من المية، وبنبدأ التقليب كويس جدا. خد وقتك في المرحلة دي لأن دي أهم خطوة في الشغل كله. بعد ما القوام يبدأ يتجانس بنضيف الجليسرين ونقلب تاني، تقليب قوي ومنتظم. وهنا بقى السر الحقيقي مش في المكونات قد ما هو في التقليب نفسه. بص كده على القوام عامل ازاي، ناعم جدا وكأنه فعلا شوكولاتة. قوام خرافي ومتماسك وفي نفس الوقت سهل في الفرد. بص عامل ازاي. تعالوا بقى يا فنانين نشتغل على العبوتين اللي احنا عملناهم. اول خطوة بنبدأ بالجليسرين علشان يدي النعومة للقوام ويساعدنا في الفرد، وبرضه ما يجفش معانا بسرعة واحنا بنرسم. بعد كده بندخل على الألوان. نبدأ باللون الأصفر، وبعدين بنضيف بعده في العبوة التانية اللون الموف. شوف بقى التحول اللي بيحصل. طبعا الألوان ديت ألوان مركزة بتشتريها من عند الموين، في ألوان كتير أوي بتختار منها. أي نوع تلاقيه تجيبه عادي مش مشكلة. ومعانا العبوة التانية هنضيف اللون الموف، وخلي بالك لازم ترج العبوة كويس جدا لأن دي حاجة مهمة قبل ما تضيف اللون. وبنضيف الكمية المناسبة على الكمية اللي احنا عاملينها، وبعدين بنبدأ في التقليب زي ما هنشوف دلوقتي حالا. التقليب لازم يكون هادي في الأول، وبعدها أقوى شوية لحد ما اللون يتجانس كويس. وخلي بالك من اللحظة دي. هقرب لك بالكاميرا شوية عشان تشوف أكتر. هتشوف تفاصيل اللون وهو بيتكون قدامك. السر هنا مش بس في الإضافة، السر فعلا في التقليب لحد ما اللون يبقى قطعة واحدة وتكون متماسكة. كده احنا قربنا نوصل للقوام النهائي. بص على النعومة، بص على التجانس معانا. كل لون هنا اتعمل بإيدك من الصفر من غير أي لون جاهز. والأهم من كل ده إنك تقدر تتحكم في القوام والدرجة زي ما انت عاوز بالظبط. بمعنى لو انت عاوز لون أخف بتزود شوية مية، ولو عاوز لون تقيل أكتر بتزود المعجون. وفي الآخر اللي قدامك ده مش مجرد خليط، ده لون اكريليك شبه الجاهز بالملي بس معمول بإيدك انت. بص يا فنانين على القوام، لون غني جدا، لون ناعم وجاهز للاستخدام كأنه فعلا اكريليك احترافي. ودلوقتي واحنا بنقرب من الشكل النهائي ممكن تلاحظ ان الموضوع ابسط بكتير مما كنت تتخيل. مفيش تعقيد، مفيش ادوات غريبة، كلها خامات عادية جدا بس اتوظفت صح. واللي بيحدد النتيجة هنا مش المكونات قد ما هو طريقة الشغل نفسها. نفس الخامات ممكن تطلع بنتيجة ضعيفة وممكن تطلع بنتيجة قوية جدا زي اللي قدامك دلوقتي. وده بيفتح لك فكرة مهمة، انك تقدر تعمل الوان كتير جدا بنفس الاساس بس بتغير او بتغيير بسيط جدا في النسب. يعني بدل ما تشتري الوان كتير انت ممكن تصنعها بنفسك وتتحكم فيها بالكامل. وفي الاخر اهم حاجة انك تفهم الفكرة مش تحفظ الخطوات بس. في حاجة بقى عايز اتكلم فيها مهمة جدا. انا مش عارف ليه عندي احساس انك نسيت تعمل لايك للفيديو وتشترك كمان في القناة لو لسه ما اشتركتش، واكتب كومنت حلو زي كده. خلينا بقى نعمل خطوة مهمة جدا. اللون الابيض اللي جهزناه من المعجون والبلاستيك النص لامع مش هنسيبه كده. انا هنا بحطه في كيس نايلون عادي،
بشكله زي القمع وبقص طرف صغير منه زي ما هتشوف دلوقتي بالمقص. الفكرة كلها انك تعمل أداة بسيطة جدا تساعدك تتحكم في الصب من غير أي فوضى، وبعد كده بننقله في عبوة قديمة كانت فيها جل للشعر وفاضية. وده مهم جدا انك تعيد استخدام أي عبوات متاحة عندك بدل ما تشتري حاجات جديدة. وبكده اللون الأبيض بقى جاهز للتخزين والاستخدام في أي وقت معانا. القوام لسه ناعم وسهل جدا في الفرد، وبكده نكون حفظنا اللون بتاعنا كويس جوه العبوة. فكرة بسيطة بس بتفرق جدا في الشغل العملي. وخلي بالك التفاصيل الصغيرة دي هي اللي بتخلي شغلك شكله احترافي ويكون شكله نظيف. دي كانت آخر خطوة في اللون الأبيض، بدل ما يفضل مكشوف أو يبوظ مع الوقت حفظناه في عبوة بسيطة جدا. الفكرة هنا مش شكل العبوة، الفكرة إنك تقدر تعيش باللي عندك وتستغله صح. من كيس نايلون عادي العبوة كانت فاضية بقى عندك لون جاهز للاستخدام في أي لحظة. حركة بسيطة بس بتوفر عليك وقت ومجهود بعدين. لو عجبتك الفكرة واستفدت منها ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة، واكتب لي في الكومنت رأيك أو إيه أكتر طريقة عجبتك. لو عايز أفكار تانية زي دي هتلاقيها جاية قريب إن شاء الله. أشوفكم في فيديو جديد.